مساء الخير عليكم ومرحبا بكم خياتي العزاز مع اختكم ام نادر وامين. ان شاء الله تكونوا بخير. ولا فيديو تاع اليوم يلقاكم بصحيحتكم هانيين ومتهنين ان شاء الله يا ربي. اول حاجه نبداو بها لا فيديو تاعنا. صلوا وسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وجبت لكم اليوم خياتي وصفه خفيفه ظريفه بمناسبه دخول المدرسه. جبت لكم الخفاف ولا السفنج يجي اروع مما يكون. نتمنى من كل قلبي ان شاء الله تكملوا لي لا فيديو للاخر وتعرفوا طريقه التحضير. ندخلوا للخيمه تاعنا على بركه الله. سموا بسم الله. واش عندنا كيله تاع دقيق خياتي، كيله تاع دقيق رطب يعني غرفيه ولا فاش حبيتوا حبوباتي، كيله تاع دقيق رطب، كيله ونص تاع الماء، مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز دوك بلا راهي بروده تروحوا حتى المغرفه ونص، مغرفه تاع السكر ويقابلها غرفيه ونص تاع الماء حنوناتي. ونضربوا كلش بالبرا كما كنتوا تشوفوا في لا فيديو. نضربوا كلش بالبرا بعد اللي يتخلطنا كما نقولوا كي نضربوك شغل انا دلكنا هذاك الدقيق هكذا يا خياتي. بعد اللي كنا ضربناه بالبرا واش نزيدوا له؟ ما نخلوه يخمر ما والو. نزيدوا له هنا الفارينه ونزيدوا له مغرفه تاع الخل ويعتبر محسن، ونزيدوا له الملح ونطموا بالفارينه حنوناتي. نطموا بالفارينه كيما نطموا المطلوح خياتي. نخلوه يعني يتلاصق في يدينا، ما نخلوش جاري 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 حتى ما نقدروش نتحكموا فيه، وما نخلوش تاني ناشف ناشف حتى يجينا دقيق ثقيل. الخفاف ديالنا نخلوه هكذايا كيما المطلوب حبوباتي، نخلوه يتلاصق ومن بعد هو يشرب. نغطوا عليه ونخلوه يخمر المره الاولى حبوباتي. انا هنايا صورته معكم الصباح ورحت خدمت شغلي، ومن داك نولي ليه نعطيله هكا خبطه زوج، نعاود نغلق عليه ونزيد هكذا حتى 3 خطرات. نديروا هذه العمليه 3 خطرات خياتي. هنا بعد اللي خمر لي الخطره الاولى جبت هنايا بول فيه شويه ما دافي ونبدا نحبط فيه هكذا خياتي، شغل راني ندخلوه في الهواء هكذا خياتي. دخلوا له الهواء هكذا، خبطوا خبطوا خبطوا، عطوه 2 ضربات 3 وعاودوا غلطوا عليه يعني وخلوه يزيد يخمر. الخفاف باش يجي شباب ويجي خفيف ويجي يعني شباب لازم له الراحه حبوباتي، يعني تبلوه وخلوه ومن داك روحوا ليه ولو خبطوا وزيدوا روحوا ليه ولو خبطوا حتى تشوفوا يعني ولا لكم بن بابل. هذيك العجينه تاعكم تتسقم وحدها وتولي لكم بن بابل هكذا خياتي. ويحب يعني والعجينه تحب شويه تكون متلوقه، ماشي ناشفه 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 وماشي متلوقه كما قلت لكم كما تاع المطلوع. نجي هنايا المره الزوجه نزيد نخبطوا هكذايا معاكم ونزيد نخليه، والمره الثالثه نلوزو. هنا نزيد نغطيه ونخليه. بمناسبه دخول المدرسه خياتي نتمنى ان شاء الله لوليداتنا دخول مدرسي موفق ان شاء الله. نتمنى لهم التيسير والنجاح يا رب العالمين ان شاء الله كامل لوليداتنا. هكذايا جبت لكم الخفاف نديروه لوليداتنا نهار الدخول المدرسي. هنا كما نقولوا كي يدخل الدري صغير سنه اولى ابتدائي نديروا له الخفاف باش عامه ان شاء الله يجي خفيف، وان شاء الله للكبار وللصغار كامل ان شاء الله نتمنى لهم النجاح ويجيهم عامهم ان شاء الله خفيف يا رب العالمين. ان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتيسير ان شاء الله يا ربي. بعد اللي هنا كان خمر لي المره الثالثه خياتي المره الاخيره جبت شويه زيت في البول تاعي وجبت سنيوتي درت لها شويه زيت ونبدا نلوث فيهم هكذايا على شكل كرات حبوباتي. وشنو ما نشكلوهمش كاع، نشكلو غير شوفوا حتى ولات العجينه الله يبارك بن بابل خياتي. تجي اروع مما يكون هاد الخفاف يعني. شوفوا انا مداريه ندير تاع الفارينه وكامل، بصح تاع الفارينه ما يضاينش تاكليه غير في هذيك دقيقته يعني تشربي به قهوه وما خلاص. بصح تاع الدقيق يضاين حنونات يقعد لكم حتى الغد منك ويقعد لكم يعني مليح. قلت لكم وكي تشكلوا كبيرات ما تشكلوهمش كامل على خطره، شكلوا غير قسمه تقلو وخلوا العجينه الاخرى ابار. ومن بعد كي تكملوا كي تكملوا يعني البارتي الاول زيدوا لوزوا الاخرين. وهنا حبوباتي جيبوا طبيسي تاعكم وجيبوا شويه زيت ويعني وشكلوا هكايا دائره ونكونوا شعلنا يعني النار على الزيت سخون مليح خياتي. لازم الزيت تكون سخونه وتكون قويه، ولو كان نقصوا للفرنو يثقل لنا الخفاف تاعنا ويشرب لنا الزيت. بصح هكذا كي يكون قويه يعني مليح يعني يجي يعني مليح كما نقولوا يحمر بالخف ويجي شباب ويتنبل معانا. وهنا كي تشوفوا الحواف كامل تنبلوا خياتي باش تبداو ترموا في الزيت، ما ترموش الخطره الاولى لا كي ترموا الحبه خلوها تنبل في الاطراف باش تبداو ترموا عليه الزيت يعني. وبعد هذيك ترموا فوق الزيت وبعد تقلبوه ويطيب لكم ما شاء الله. شوفوا هنايا كاش طابلي الله حميمر وجا ما شاء الله خياتي. نعاود حبيبه معاكم هكذايا في الطبسيل خير مبتدئه ولا ما تعرفش تشكلها على شكل دائره هكذايا في الطبسيل. ديري شويه زيت في الطبيسي تاعك وحليها على شكل دائره ختيتو ورميها هكذايا في الزيت، خليها شويه هكذايا تتنبل في الاطراف ومن بعد نرمو فوقها الزيت. شوفوا كاش الله يبارك فيها تجي منبله ويجي ما شاء الله هكذايا مع قهوه حليب الله سورتو دوكا بدا يبرد الحال يعني ما شاء الله. هكذا يجوا وليداتنا من المسيد يصيبوا الخفاف الله وقهوه بصحتهم ان شاء الله.
هكذا حبوباتي. شوفوا كيش يجي ما شاء الله. قلت لكم ديروه يعني والله ما تندموا عليه، ويجي بزاف شباب وما تدلكوه ما والو، غير كما قلت لكم غير دخلوا له غير الهواء، هذا ما كان. وهنا خياتي العزاز جبت لكم فانيك هكذايا درتو انايا مضريه هذا نديرو، وقلت والله غير نتقاسموا معاكم. شوفوا انا مضريه نديرو هكذايا صغيورين، يجي على شكل بيني يعني يجي ما شاء الله هكذايا كما نقولوا الحبه ما ترقوهاش، ديروها يعني شويه خشينه ورموها فانيك في الزيت. شوفوا كيش يجي ما شاء الله. يعني تقدروا حتى كي تفتحوا الحبه لداخل ديروا فيها معجون، ديروا فيها زبده، ويجوا حبيبات صغيورين يجوا ما شاء الله خياتي العزاز. بعد اللي هناك كنت كامل قليته وحطيته الله في السنيوات تاعي، وقدمته لحنوناتي ان شاء الله بالصحه والهنا وشاهدكم في الجنه. ونتمنى ان شاء الله من كل قلبي تجربوه، وما تنسونيش حنوناتي بهذاك الجام اللي تعاونوني به. ربي يحفظكم. يعني راهم يقصروا معايا شويه في الجام، يعني عندي المشاهده والجام ما كاش نقول لكم حنوناتي تعيشوا عاونوني بهذاك الجام. وكان هذا هو لا فيديو تاعي لنهار اليوم. نخليكم ان شاء الله الهنا والامان والسلام الى فيديو اخر.